اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، والفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله عن العيش البلدي الفلاحي او عيش الرحم. النهارده ماما هتعمله لكم ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه جدا، يعني هتبسط لكم الطريقه وهيطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده زي القمر قابب، وهيطلع معاكم لونه تحفه والطعم بتاعه تحفه جدا. شايفين ما شاء الله ازاي؟ زي العسل. قبل ما نبدا الفيديو، لو كنتوا بتشوفوني اول مره، انا ام رودي ودي قناتي ام رودي في المطبخ. طبعا يشرفني اشتراككم في القناه لو كنتوا بتشوفوني اول مره، وما تنسوش اللايك وكومنت حلو زيكم. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل العيش القمر ده ازاي. يلا بينا نسمي الله يا بنات كده ونبدا. عندنا كيلو من الدقيق، حطينا عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه يعني الكيس الصغير، وربع معلقه صغيره من الملح. مش هنضيف اي حاجه تانية. نقلب بقى كله كده مع بعض بحيث ان الخميره والملح يتوزعوا على كميه الدقيق كلهم. تمام. وبعد كده هنعجن بميه دافيه. هي دي مكونات العيش، يعني مفيش اي حاجه تانية، دقيق وملح وخميره وميه دافيه للعجن. يفضل طبعا الميه تبقى دافيه عشان تنشط لي الخميره ويختمر معايا بسرعه. فضلت بقى ماما تعجن لحد ما الدقيق يتشرب كميه الميه اللي هي ضافتها كلها. تمام. العيش بتاعنا النهارده يختلف عن اي عيش تاني، يعني العجينه بتاعته بتبقى طريه مش زي العيش الشامي. العيش الشامي بتبقى العجينه بتاعته متماسكه شويه، انما العيش بتاعنا بتاع النهارده بياخد كميه ميه كتير شويه. تمام. يعني العجينه بتاعته بتبقى طريه، يعني كل ما يحتاج ميه هنبتدي نضيف ايه؟ ميه. يعني مش هديكي كميه الميه اللي اخدها دي ايه، لاني على حسب نوع الدقيق الموجود عندك. في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق لا، على حسب نوع الدقيق. كمان يا بنات على حسب ما انتوا عايزين كميه الدقيق قد ايه، يعني ممكن تكتروا وممكن تقللوا. يعني ممكن تعملوا 2 كيلو دقيق، ممكن كيلو دقيق، لان هو ما فيهوش مقادير كتير، يعني ملح وخميره وميه دافيه بس. تمام. يعني كميه الدقيق على حسب ما انت عايزه. تمام. المهم شايفين العجينه ازاي طريه؟ كل ما بتحتاج ميه هنضيف ميه، وبعد كده ايه؟ نخلي العجينه تتشرب الميه. اول ما العجينه خلاص تشرب الميه هبتدي اضيف ميه تانية. هتحس ان العجينه طبعا بتلزق في الايد، هو ده المطلوب. العجينه بتبقى طريه، ما بتبقاش عجينه متماسكه زي اي معجنات تانية. تمام. انتوا شايفين اهو في الفيديو العجينه طريه جدا. يعني بنات كل ما تضيفي حبه من الميه لازم تعجني لحد ما ايه؟ العجين يتشرب السوائل اللي انت حطاها او الميه اللي انت حطاها. عشان كده بقولك ان العيش بتاعنا النهارده العجينه بتبقى طريه ويختلف تماما عن اي عيش تاني، والعجينه بتاعته غير اي عيش تاني. العجينه بتاعته بتبقى طريه جدا زي ما احنا شايفين، وبتاخد عجن شويه، يعني العجن بتاعها آه يعني عايز مجهود شويه. تمام يا بنات. خلاص كده يا بنات، ماما حطت اخر كميه ميه، مش هتضيف اي ميه تاني، وهتبتدي بقى تشرب العجين بكميه الميه اللي هي ضافتها. تمام. خلاص كده اهو العجينه زي ما انتم شايفين طريه، هتلزق كده ايه؟ سنه بسيطه كده في الايد. وخلاص كده هنبتدي بقى نسيبها على جنب ونغطيها كويس ونسيبها لحد ما تختمر. خلاص كده العيش اختمر، وهنبتدي بقى ايه؟ نشكل العيش، او ماما هتشكل العيش اهو زي ما انتم شايفين، على حسب انت عايزه حجم الرغيف قد ايه، عايزه كبير عايزه صغير عايزه متوسط، على حسب ما انت عايزه. تمام. بعد كده ايه؟ اخدت قطعه من العجين كده ونزلتها ايه؟ في الدقيق. وبعد كده عندنا صينيه هنا ايه؟ عليها رده. تمام. لازم يكون كميه رده كده محترمه. تمام. هنخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، بس طبعا ان العجينه بتلزق في الايد زي ما اتفقنا من الاول، ان العجينه بتاعت العيش بتاعنا النهارده بتبقى طريه، فعشان كده احنا بنحطها في الاول كده ايه؟ في دقيق، وبعد كده ايه؟ بنحط العيش بتاعنا على الرده. تمام يا بنات. لو هتلاحظوا يا بنات هي وماما بتقطع العجينه طريه جدا فبتلزق في الايد، هو ده المطلوب، العجينه طريه. هفضل اقول لحد اخر الفيديو العجينه طريه، لان انتي لو خليتي العجينه تخينه العيش هيبقى معاكي تخين. عجينه العيش البلدي بتبقى خفيفه شويه. تمام. زي ما احنا شفنا في اول الفيديو طبعا العجينه يعني مش متماسكه زي اي عيش تاني. تمام. خلصنا بقى الكمية كلها، او ماما ربنا يديها الصحة كده خلصت الكمية كلها، وهنغطيه بفوطة كده وهيسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق، مش اكتر من 10 دقايق، يعني مش هنخليه يختمر، ان هو يرتاح بس كده لمدة 10 دقايق. بس اهم حاجة يا بنات لازم نغطي العيش، يعني قبل ما نسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق لازم كده نغطيه ونسيبه بعد كده ايه؟ يرتاح لمدة 10 دقايق مش اكتر. بعد بقى ما العيش ارتاح هتبتدي ماما كده تاخد رغيف رغيف كده وتبتدي تريحه على المطرحه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هتبتدي تحطوا ايه؟
في الفرن. طبعا لازم بقى الفرن يبقى شغال فوق وتحت على درجة حرارة عالية لحد ما يقب كده زي ما انتوا شايفين. اللي تحت لسه طبعا لسه حاطينه فلسه ملحقش ان هو يقب. تمام اهو ما شاء الله قابب واخد لون تحفة جدا. طبعا اهم حاجة الفرن تبقى سخنة جدا، يعني ما دخلش على فرن باردة، لان لو دخلتيه على فرن باردة مش هيقب معاكي. تمام شايفين ما شاء الله شكله ازاي؟ ما شاء الله تحفة، ولونه تحفة وطعمه كمان زي العسل. خلصنا بقى كمية العيش كلها، شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله يفتح النفس. حلو قوي قوي، السندوتشات حلوة حلوة قوي في الاكل، طعمه جميل، وكمان حاجة انت عاملاها في البيت ومضمونة، حاجة عاملاها بايدك وسهل، وعجينته بسيطة جدا ومش مكلف خالص. ما شاء الله زي العسل. شايفين شكله ازاي؟ تحفة. بتمنى بقى طريقة العيش النهاردة اللي ماما عملتها تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله على القناة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.